السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. واليوم معاكم في فيديو جديد وصفة جديدة. وصفة اليوم هي كيكة الكراميل المعروفة بقدرة قادر. سر التسمية دي من إنه بنعمل خليط الكيك وخليط كريم الكراميل، نخلطهم مع بعد ما تستوي الكيكة في الفرن بقدرة قادر. كل طبقة بتتفصل براها. طبعا كل حاجة بتكون بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، بس ده سر التسمية. طريقتها سهلة، تتعمل على 3 خطوات. الخطوة الأولى هي عمل الكراميل. بنرفع الحلة على نار هادية، بننزل نص كوب من السكر، بنخليه على راحته لغاية ما يبدأ يتكرمل من تحت. بعد كده نبدأ نقلب السكر لغاية ما يدوب ويتكرمل كله. بعد كده بنكون مجهزين القالب. لازم تستخدموا قالب مقفول من تحت، إذا كان معدني أو سيليكون ما مشكلة. هنا جهزت القالب مجفف نظيف، بننزل فيه الكراميل وبسرعة نوزع الكراميل على القالب قبل ما يبرد ويتصلب. كده بنكون جهزنا الخطوة الأولى. نمشي للخطوة الثانية، وهي طريقة عمل خليط الكريم. للكريم هنستخدم 4 حبات من البيض وكوب من السكر. بالإضافة للفانيليا استخدمت ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. لو بتستخدموا نوع واحد اعملوا ملعقتين. بنضرب لغاية من السكر يدوب مع البيض. وهنا استخدمت المضرب اليدوي أو الخلاط اليدوي، ممكن تستخدموا الخلاط العادي. وإذا بتستخدموا الخلاط اليدوي لازم يكون قوي، ما أقل من 600 واط عشان ما يسخن معاكم أو يفصل. بعد كده حاضيف 2 كوب من الحليب، وحأخلطه كمان مع البيض والسكر. وهنا في الأخير حأضيف الحليب البودرة، بيدي طعم جميل طبعا للكريم. نص كوب من حليب البودرة. وكده الخليط بتاع الكريم جاهز. ناخد مصفى ونصفيه في القالب. نمشي للخطوة الأخيرة، وهي عمل خليط الكيك. هنا عندي حبتين من البيض معاهم نص كوب من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا، كمان رشة ملح بسيطة. ونضرب لغاية ما السكر يدوب ويتخلط كويس مع البيض. هضيف هنا نص كوب من الزيت، استخدمت زيت الذرة. نضرب الزيت شوية. كمان نضيف هنا الحليب نص كوب ونضرب مرة تانية. وهنا هضيف الكاكاو 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو، مر من غير سكر استخدمت. الدقيق كوب وربع، معاه ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. هنخلط كويس. هنا خلطت بالمضرب لغاية ما الخليط يبقى ناعم وما فيه أي كتل. ناخد الخليط ده ونصبه في القالب اللي فيه الكريم. بعد كده هنجيب صينية أكبر من دي شوية، بتكون حوافة مرتفعة شوية، ونحط القالب في الصينية أو القالب الأكبر منه، ونصب موية مغلية لغاية ما تصل وسط القالب. بعدين بكون مسخنة الفرن على 180، الرفين مفتوحات. بندخل الكيكة في الرف الوسط ونخليها ساعة كاملة لغاية ما تنتهي الساعة والجرس بتاع الفرن يضرب. بعدين بنطلعها. لازم تكون الحرارة 180. إذا الفرن بتاعكم حرارته عالية أو ما بتتضبط ما تعملوها عشان ما تخسروا المواد على الفاضي. بعد ما نطلعها تكون الحواف مفصولة، وندخل قشة أو شوكة أو سكين، أي حاجة ندخلها تطلع نظيفة. كده بيكون الكيكة استوت. بدخلها التلاجة. عملتها في الليل وطلعتها الصباح، يعني على الأقل 4-5 ساعات في التلاجة. بعد كده بعد ما أطلع القالب كمان بصب موية مغلية عشان الطبقة بتاعت السكر تدوب والكيكة تطلع كاملة من القالب. بعد كده نقلبها وبتكون الكيكة جاهزة للتقديم، وكيكة جميلة جدا
أتمنى لو ما جربتوها من قبل تجربوها والطريقة تعجبكم وإن شاء الله تظبط معاكم. أحب أذكركم لو ما مشتركين في القناة أتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوا تعملوا مشاركة وإعجاب للفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد وصفة جديدة. واللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.